كما قلت جملة تقريبا وصورة كانت معبرة برشا، انه كاتب وما شاء الله اليوم جبت بعض الكتابات نتاعك والكتب نتاعك، شفناك يعني مكتوب على كردونة قدام معرض الكتاب. المصطلح اللي يتقال ناسب الكتب نتاعك على الكياس فوق المادة، تبيع في الكتب وتقول أبيع كتبي لأعيش. فعلا. علاش وصلنا الوضعية هذه؟ الوضعية هذه هي بالنسبة أعتقد أنا حسب مفهومي أنا حسب ما راني عشت الواقع هذا أن الترسبات راهي متعاقبة، مش ماهيش حتى ما بعد الثورة، حتى ما قبل الثورة موجودة والأزمات الأدبية في هذه، إلا أنها فالعشرية صراحة نحب نقول لك العشرية السوداء اللي مرت على مسؤوليتي كلام تعمقت الهوة أكثر بين الدولة بين المثقف والدولة، ما ثم اهتمام حتى كلمة تشجيعية نشجعك، الدولة غائبة تماما عن المشهد، يعني لا دعم مادي لا معنوي لا حتى. خلينا نتعرفوا عليك سي نجيب زيان، كاتب ومسرحي وشاعر. نعم. منين تعيش؟ والله اخي حاجه انا نعجز، انا وضعي الاجتماعي كارثي. كارثي يعني؟ بمعنى كارثي. كاتب وشاعر ومسرحي، ممثل مسرحي، وعندي مسرحيات، الا ان التقدم في السن الواحد ما عادش يسمح لي الوقوف فوق الركح، ولذلك ما عادش نجم، ولت رجعت هنا ننشر الكتب نتاعي، قلت على الاقل منها ممكن اقرب وسيله للانسان للجماهير باش منها تساعدني في وضعيتي هذه. انطلقت في نشر في الكتاب. نعم. خلي الناس اللي تتفرج فينا تفهم. عندك شهريه؟ عندك لا ما عنديش حتى شهريه، منها وضعيتي الاجتماعيه صعبه، وعندي عائلتي تتكون من 5 أطفال بارك الله، سنهم دون العاشرة، أقل من 10 سنين. أقل من 10 سنين، وتعرف أنت 5 أطفال دون العاشرة من أعمارها ما ايش لازمهم من مصروف من اللي عمره 10 سنين حتى للي في الكوش، كل واحد شنو مصروفه الخاص، والباقي يقراوا منها وضعية. كيفاش تعيش؟ كيفاش منين ليك؟ والله صدقني نعيش على بعض المساعدات الاجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية ولا من الدوائر الجمعيات أو تبع الشؤون الاجتماعية. معناها كل شهر وشهر؟ كل شهر وشهر، ومنها وخاصة إذا بعت أنا شوية كتب منها النجم، منها نعيش نتعب أنا والعائلة، من أسرة كبيرة نتعب برشا. وضعية اجتماعية صعبة؟ وضعية اجتماعية صعبة. نعم. تعيش في الكراء ولا؟ لا مش في الكراء، اما الماء والضوء و5 أطفال مصروفهم، وانا ما عنديش منها مورد رزق قار منها شهريه او حاجه كما